تخيل انك بتدور على كتاب معين وسط مكتبة بتضم مليارات الكتب وتلاقيه في اقل من جزء من الثانية. ده بالظبط اللي بيعمله جوجل كل ما تكتب كلمة في خانة البحث. والنهاردة هنفهم العقل المدبر وراء الانبهارات اليومية دي، وهي خوارزميات البحث، وازاي بتقرر مين يظهر الاول. الموضوع بيبدأ من خطوة استباقية اسمها الفهرسة. جوجل بيشغل برمجيات ذكية وعناكب رقمية بتلف الويب على مدار ال 24 ساعة، بتقرا محتوى الصفحات وتصنفها وتخزنها في قاعدة بيانات عملاقة أشبه بأكبر مكتبة في تاريخ البشرية. ولما بتكتب سؤالك بتتحرك الخوارزمية وتوزن مئات العوامل في لمح البصر، بتشوف جودة وفائدة المحتوى، مدى ثقة ومصداقية الموقع، وسرعة تحميل الصفحة، وحتى مكانك الجغرافي واهتماماتك السابقة عشان تقدم لك النتيجة المخصصة اللي بتدور عليها. وهنا بنصطدم بغلطة فنية شائعة جدا بيقع فيها مطورين وأصحاب مواقع كتير، وهي تشتيت عناكب جوجل عن طريق منعها بالخطأ من قراءة وارشفة صفحات الموقع المهمة بسبب إعدادات مش مظبوطة في ملف الروبوتس.txt، أو إنهم يملكون الصفحة بكلمات مفتاحية بشكل مفرط وعشوائي. ده بيخلي الخوارزمية تصنف الموقع فورا كسبام وتعاقبه بالاختفاء تماما من نتائج البحث. الإضافة الذكية اللي هتفرق معاك جدا لو بتبني موقعك الخاص هي إن جوجل بيعتمد كليا على مبدأ اسمه موبايل فيرست اندكسنج. ده معناه إن الخوارزمية بتقيم وبترتب موقعك بناء على سرعته وتوافقه مع شاشات الموبايل الأول مش أجهزة الكمبيوتر. فلو موقعك مش مريح وسريع على الهواتف الذكية مش هيظهر في الصفحات الأولى. في النهاية خوارزميات البحث هي اللي حمت الإنترنت من الفوضى وحولته لأداة منظمة صالحة للاستخدام اليومي. شاركوني في الكومنتات، تفتكروا في عصر الذكاء الاصطناعي محركات البحث التقليدية هتفضل مسيطرة ولا شكل الويب هيتغير بالكامل؟ لايك وسبسكرايب عشان الفيديو الجاي هنفكك فيه مع بعض مفهوم الاوبن سورس او البرمجيات مفتوحة المصدر ونعرف سر قوتها.